السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده اهم 3 حاجات لخزين رمضان، او عامه لخزين البيت. ال3 دول انت لو عملتيهم الصلصه والبصل والثوم، انت كده ضمنتي نص الوقت، لان هو شهر عباده. فاحنا مش عايزين نقعد بقى نخرط في بصل او ندق ثوم او نقعد نصلص في قوطه ولسه هنضربها في الخلاط، فالموضوع بيبقى بسيط. لو حتى ما كانش عندك الوقت، ممكن تنزلي من دلوقتي تعملي ال3 حاجات دول بساط قوي. اولا هنا بجيب انا بالتلاتة 4 كيلو 5 كيلو توم. واهم حاجة عشان ما احسش بالموضوع، انا كنت بجيبهم على فترات، عشان يبقى عندي مجموعة كبيرة من التوم، واطلعهم بحطهم في الفريزر، وبطلعهم مرة واحدة يتضربوا معايا في الكبة، وبيتضربوا بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا، والموضوع بيبقى بسيط. بجيب الكياس المطبخ وبفردها كده بايدي. ممكن تسيبيها زي ما هي مفرودة، وممكن تجيبي ظهر سكينة او معلقة، اي حاجة رفيعة ما تكونش حامية، ونعلمها مكعبات بالطريقة دي. جميلة قوي، بتتقطع معاكي بكل سهولة. وعلى فكرة الموضوع مش بيقعد معايا شهر رمضان بس، انا بيقعد معايا من السنة للسنة، والموضوع بيبقى مبسط معايا وبيبقى جميل قوي. او بتعب يوم بس بعد كده برتاح. بالمنظر ده ما فيهوش اي ضرر، بتطلعي منه الهواء، وبظهر السكينة بيبقى حاجة منظمة، وفي نفس الوقت انت بتحطي الاكل كده على بعضه. لا، بيبقى شيء رائع صراحة. وفي نفس الوقت البصل، يعني انت بتتكلمي ان البصل لو عندك لحمة، وعايزة مثلا لحمة مفرومة وعايزة تعصجيها، لما تطلعي كده قطعة من البصل، لان انا هقول لكم برضو انا بعلمها ازاي. بمقام بصلة بصلتين، بيبقى الموضوع بسيط. انت بتحطي يا دوبك المكونات على بعضيها وبتقلبي. اهم حاجه بنقطع الكميه كبيره، ويا ريت في مكان جيد التهويه عشان الدموع بقى والريحه، او لو عندك شفاط شغلي الشفاط. وبتضربي كميه كبيره، انا بحب اقطعهم تحس انهم متقطعين بالسكينه. بتفضلي كده تقعدي تدوسي واحده واحده على الكبه كده لحد ما تتقطع معاكي قطع صغيره، انا مش عايزاها مبشوره خالص. فبرضو بحطها نفس اللي بعمله مع الثوم، بعمله مع البصل، وبفرده كده بالراحه بايدي. ممكن برضو اسيبها نفس السيبان بتاع، يعني مثلا شفتوا الحركه اللي انا ببططها دي، ممكن تسيبوها برضو بتتقطع معاكم بكل سهوله. بس انا برضو بحب اعلمها بحيث ان دي مقام بصلايه معايا، يعني ال4 ارباع دول، دي كل واحده فيها بمقام بصلايه متوسطه حلوه قوي. آه عايزه اقول لكم يا بنات، اقسم بالله من اروع الحاجات اللي ممكن تخزنيها. بصل، صلصه، توم. ممكن ناس تعصج اللحمه مش مشكله وبتشيلها، بس انا عندي لو البصل عندي مفروم، انا ممكن احط الاكل على بعض مش مشكله. بيبقى الموضوع معايا سهل قوي. وانا الصلصه عملتها في يوم، وعملت الثوم والبصل في يوم، كان الموضوع جميل قوي. اتمنى ان انتوا تجربوا ال3 حاجات دول. الموضوع هيفرق معاكوا قوي في التوقيت وفي المواعين. كل سنة وانتم طيبين. يا رب ينعاد عليكم بالخير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.